أهلا بحضراتكم في جملتين وبس. موضوع مهم من المواضيع اللي بتشغل بال ناس كتير قوي، اللي هو موضوع التقدم بالعمر. والتقدم بالعمر مش المقصود بيه ان احنا سننا نكبر، يعني نبقى ناس مسنين او عواجيز، ولو ان دول يعني القيمة الجميلة اللي في حياتنا، وهم دول اللي مخلين الدنيا لها معنى، وربنا يخليهم ويحفظ لنا في اعمارهم ويبارك لنا فيهم. يعني جدودنا وابهاتنا الكبار وجداتنا، الناس دي ناس جميلة قوي. يعني اللي عايز اقوله تقدم العمر المقصود بيه اي حد بالنسبه لعمره شايف ان سنه كبر. يعني انا بعتقد مثلا ان اللي هو عنده 30 سنه لو تيجي تكلمه يحكي لك، يقول لك يا في العشرينات راح، ده انا كنت بعمل وكانت فيا صحه. لو كلمت حد عنده 40 سنه يقول لك يا ده انا ايام ما كنت عندي 20 وعندي 30، ايام الشباب الاولاني ده انا كنت. كذلك لو كلمت حد عنده 50 يقول لك انت لسه صغير، انت بتتكلم في ايه، ده انا لما كان عندي حاجه و30 سنه كان. فالفكرة الإحساس إن السن كبر أو العمر اتقدم دي فكرة مسيطرة على ناس كتير جدا، وناس كتير أوي حاسة إن الموضوع خلص، يعني فرصتي في إن أنا أعمل حاجة خلص. أولا أول نقطة بنقولها إن الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، فبالتالي ما حدش أبدا يتصور إن هو كبر ولا صغر. ما أنت مش عارف أنت كبرت على إيه، أنت كبرت على إيه. يعني مثلا سي مثلا حد عنده 40 سنة، ما ربما يكون ربنا كاتب له انه يموت عنده 80، ممكن هيموت عنده 90، يبقى يموت عنده 70، يعني لسه كتير جدا، لسه قد عمرك كمان مره. فانت متخيل انك كبرت على ايه؟ ما انتش عارف لسه فاضل لك قد ايه في الحياه. فما تحسبهاش انك كبرت والموضوع خلص والدنيا انتهت، لربما يكون لسه قدامك طريق. فانت ما تستكترش على ربنا العمر ابدا. يعني المشترك ما بين الناس ان يعني في كذا سبب كده من الاسباب اللي بتخلي الناس بتعترض على تطور العمر او الكبر في السن. في فئه من الناس بتقول لك ان انا كبرت، بس بيبقى هدفه من الكلام او اللي مزعله قوي في الموضوع ان ايام الشقاوه وايام العيشه على الكيف زي ما بيقولوا، والصحه المجنونه اللي بيقولوا على الصحه الهبله، ايام كل حاجه ما كنت بعملها بدون حدود وبدون رقيب وبدون ما بحاسب على اي حاجه، دي ايام راحت. فده مش زعلان عشان هو سنه كبر عشان هو فاته حاجه، ده زعلان عشان خاطر ايام المرح والقوه وعدم الحساب لاي شيء، وان انا بعمل كل شيء بمزاجي ومش حامل هم حاجه. لو حد حتى بيحذرني من بكره او من السن او من الصحه او من الفرص اللي بتضيع، كل ده بالنسبه لي انت بتتكلم في ايه انت؟ يعني طب ايه يعني اللي في ايدي اعمله احسن من كده؟ طب انت يعني بكبر الموضوع قوي. فدول بيبقى زعلهم مش زعل على ان العمر راح منهم فيه فرص، هم زعلانين على اللي فات عشان مش عارفين يرجعوا للي فات تاني عشان يعيشوا حياة القوة والصحة والبغدادة ديت. يعني والعكس بقى، لو انت قلت لهم انتوا كبرتوا، اسمع بقى الرد، تلاقي الرد مختلف تماما، يعني ومتناقض كمان في نفس الوقت. يعني يقول لك ايه كبرت ايه يا عم انت عارف احنا هنموت امتى؟ هي عالم الاعمار بيد الله سبحانه وتعالى. لا يا عم ان شاء الله لسه في فرصه، ان شاء الله ربنا هيديني فرصه ان انا اتوب قبل ما اموت. لا انا اعمل حسابي، لا انا هحفظ القران، لا ده انا هبدا اراجع السيره النبويه، لا ده انا هروح احج، لا ده انا. تلاقي عنده احلام ومشاريع لبكره ملهاش حدود، اكن البكره ده لسه بعيد قوي. طب ما انت لسه كنت بتقول انا كبرت. في مجموعه تانية من الناس تقول لك انا كبرت، وقصدها بكلمه انا كبرت ان الكبير فرصه في الحياه اقل، فرصه في السعي ناحيه النجاح يعني اقل. فهو برضو ده مردود عليه، وده شيء مش صحيح تماما، يعني لاسباب كتير جدا. لان ربما حد عنده 20 وعنده 30، وكلنا مرينا بالمرحله دي في وقت من الاوقات. كنا بنضيع وقت قد ايه؟ يعني ممكن تكون عندك 20 سنه او 30 سنه، فرصك حقيقي واسعه في الحياه، ده لو انت بتشتغل بجديه وبتشتغل باجتهاد وبتسعى في الحياه وبتتعلم حاجه كل يوم، عندك في جديد وبتضيف لنفسك حاجه كويسه. لكن افترض انت ما بتعملش كده، وكلنا ما كناش بنعمل كده، او ضيعنا وقت كتير جدا ما عملناش فيه كده. فهل ساعتها فرصة حد عنده 40 أو عنده 50 وبدأ بالفعل وبيجتهد وبيسعى وبيتحرك لقدام؟ أنا ما باخدش مثلا كورس مثلا سي بروجرامينج مثلا بالسي بلس بلس، في حين ان انا وانا عندي 20 سنه، في حين ان في حد تاني عنده 40 سنه بدا في نفس الوقت يتعلم الكورس ده. بعد وقت تخطى السنه او سنه وشويه، اللي عنده 40 سنه ما بقى عنده 41 بقى يجيد هذه اللغه اجاده كامله في البرمجه، في حين اللي عنده حاجه و20 سنه اللي ضيع وقت ما اتعلمش حاجه وراحت عليه الفرصه ديت. يعني كذلك بالنسبه للانجليش، كذلك بالنسبه للسفر بره، كذلك بالنسبه للتقرب الى الله سبحانه وتعالى. يعني الفرص الحقيقيه هي سعي حقيقي، ما هياش سن. فموضوع ربط السعي وربط الفرص في الحياه بالسن ده شيء مش صحيح. في ناس تيجي تكلمهم عن ان هو يسعى ويعمل اللي عليه، يقول لك انا كبرت.
بس بيبقى بيقول لك الكلام ده من مدخل شيطاني، يعني الشيطان نفسه هو اللي مأثر عليه او نفسه بتوسوس له بهذا الكلام. لان الحقيقه ان الدين بتاعنا بيحثنا على ان احنا دايما باستمرار نبقى في حاله سعي ونعمر الارض. حتى الحديث الرسول عليه الصلاه والسلام الشهير اللي بيقول لك اذا جاء يوم القيامه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها، يعني لغايه اخر يوم في حياتك لو انت في ايدك حاجه تتزرع وممكن تزرعها في الارض والقيامه بتقوم دلوقتي، ازرعها برضو. شوفوا انتوا بقى، انتوا عارفين طبعا عمليه الزراعه من الامور اللي بتاخد وقت عشان تديك نتيجه. انت لما هتزرع دلوقتي الحاجه تاخد وقت عشان تجيب نتيجه. فبيقول لك حتى لو القيامه قامت عليك، يعني خلاص فرصه ان يبقى في نتيجه من الزرعه دي خلصت، مش هيحصل. القيامه قامت، الدنيا خلصت، الحياه انتهت على وجه الارض، برضو ازرعها. احنا مامورين بالسعي طول الوقت وديننا بيطلب مننا كده. يبقى ابدا ما نستسلمش لفكره اصل انا كبرت، اصل الموضوع خلص. اكبر زي ما تكبر ولغايه ما تموت، لغايه قبل ما تموت بيوم واحد بس اشتغل واعمل اللي عليك. ما تتوقفش ابدا انك تعمل اللي عليك، اسعى واعمل اللي عليك. قرب من الحاجه اللي انت بتجري وراها او المفروض تعملها دلوقتي، وما تبصش لسنك قد ايه. في ناس دايما عايشه حاله اليأس المستمر ودايما في حسره، باستمرار في حسره. تيجي تتكلم معاه، تيجي تكلمه مثلا وهو عنده 50 سنه يقول لك يا خلاص بقى، فتره الاربعينات دي انا كنت يعني كانت لسه واحد برضه في عزه. تيجي تكلم حد عنده مثلا 40 سنه يقول لك كان عندي 30 وحاجه و30، انا كنت بهد الدنيا، انا كنت بطبق بالثلاث ايام شغال وصاحي، انا كنت بسافر مش عارف بروح فين وبعمل ايه، انا كنت بتعلم لغتين في وقت واحد، انا ويقعد يتحسر على الايام اللي فاتت. تيجي تتكلم حد عنده 30 سنه يقول لك خلاص بقى يا عم، انت ايه يا باشا، ده انا عندي شعر ابيض، ده انا انت ما انتش شايف، ده انت مش واخد بالك، ده انا زمان بقى العشرينات انا كنت حد تاني، انا كان عندي قدرات غير عاديه، انا كنت وقعد يحكي لي. بتكتشف ان كل سن عمال يتحسر على السن اللي قبل منه، وكأن الدنيا بالنسبه لهم حسره وبس. طب ما هو برضه انت مش واخد بالك، اذا انت عندك النهارده 30 سنه وبتتحسر على العشرينات، بكره يبقى عندك 40 وتتحسر على الثلاثينات، بكره يبقى عندك 50 وتتحسر على الاربعينات. يعني قصدي سيبك من اللي فات، بص للي جاي. انت لو انت النهارده عندك 10 سنين مثلا للعقد اللي جاي من حياتك، اللي هو كل 10 سنين من العمر يعني، فلسه عندك 10 سنين. اما توصل لهم سعي من النهارده، ما توصل لهم انت بتعمل اللي عليك النهارده، احسن ما توصل بكره وترجع برضه تفتكر الايام دي وتقول ده انا كنت ويا ريتني بدات من ايامها وكان الشباب ايامها وكانت الصحه. ما انت هتقول كده برضه. فبدل ما توصل للسن ده وبعدين تبقى تتحسر، اوصل له وافتخر بنفسك انك انت عملت وسويت واديت اللي عليك. في برضه ناس تقول لك ايه، ان النجاح لما بيجي متاخر ملوش قيمه، وكانه يعني يقول لك ايه، يعني هعمل ايه دلوقتي، يعني هبني بيت، يعني انا اعمل ايه دلوقتي، اشتري عربيه، يعني انا اعمل ايه دلوقتي، هبقى مهندس، هاخد الدكتوراه، هفتح مصنع، يعني كل حاجه تيجي تكلموا عنها انها لها قيمه وتستحق الجري والسعي والمجهود وتستحق انه يتعب عشانها، يقول لك خلاص فرصتي راحت، هعمل بده ايه دلوقتي، وكأن الموضوع انتهى، حاكم على نفسه حكم نهائي، ناسي حاجه مهمه جدا وكلنا عارفينها يا جماعه. يعني كلنا عارفين الحقيقه دي. افتكر كده يوم واحد الدنيا قفلت معاك فيه، نفسيتك كانت تعبانه وحزين او زعلان، او مريت بموقف صعب جدا، او فقدت حد يعز عليك وبتحبه جدا توفى، قول لي عن اي يوم سعاده قبل منه افتكرته. هل الانسان لما بيكون في حاله يأس تام او حزن تام بيفتكر اي يوم سعيد مر عليه؟ كذلك برضه نفس الموضوع بالنسبه للفرحه. افتكر انت يوم فرحه كبيره حصلت في حياتك، هل انت في اللحظه اللي كنت سعيد فيها قوي السعاده الكبيره دي فاكر اي الم مريت بيه؟ فاكر اي حزن مريت بيه؟ هات اي واحد كان بيغرق في الميه وقعد يلطش ويخبط ويلطش ويخبط لغايه واتبهدل بقاله ساعات في الوضع ده، بيموت وبيقاوم الموت، اول ما بيوصل للشط التاني ضحكته وفرحته بتبقى عامله ازاي؟ ما اصلا ما بيفتكرش اللي مر بيه. هات اي ام لسه مخلفه حالا، لسه والده حالا دلوقتي، عذاب الولاده والم الولاده التي لا تطاق، يعني حاجه ربنا يكون في عون الامهات يعني. فالنهارده بنقول ايه بعد ما بتوصل بالظبط ان المولود بينزل؟ بص للابتسامه على وشها، بص للفرحه في عينيها. يعني شوف انت وانت مسافر طريق طويل، لسه بقى تروح مصيف ولا تروح في حته بعيده تقضي اجازه حلوه جميله، طول الطريق بتبقى زهق وملل وتعمل موبايل وتبص يمين وتبص شمال وتبص من الشباك. اول ما بتوصل واول ما عينك بتلمح من بعيد منظر البحر من بعيد او منظر الحته اللي انت رايح لها، شوف السعاده اللي انت فيها، اصلا بتنسى اللي انت كنت تعبان فيه طول الطريق.
فلما بتسعى وبتعمل اللي عليك وبتتعب بتيجي الفرحه اللي تنسيك اي تعب كان، وهو ده المنطقي اكتر في الحياه. 3 نصايح اخرانيين عايز انصح بيهم اخواتي، اصحابي، حبايبي واصدقائي والناس الجميله اللي احنا دايما بنتكلم، واصدقائنا المشاهدين. انا عايز اقول انه 3 حاجات. اول حاجه، مش كل حد بدأ من نفس النقطه. يعني دايما لما بص على نفسك، بدأت منين وده بدأ منين، انت بتعمل ايه، هو بيعمل ايه، انت ظروفك ايه، هو ظروفه ايه. ما تبصش ابدا لحته انك تقول ايه اصل انا مش ممكن ابقى زي فلان، ابدا انا مش هينفع ابقى زي فلان. يعني انا مثلا ما اقول لك ابدا اشتغل دلوقتي مثلا على نفس، يعني هات لعيب كوره مثلا وقول له محمد صلاح او اقول له ابو تريكه او اقول له اي حد من الناس ديت، يقول لك اصل انا مش زي فلان. انت بتتكلم عن ايه؟ الفرق ايه وايه؟ شوف هو امكانياته. اوكي، يبقى اذا احنا معترفين ان كل حد فينا له امكانيات معينه، له قدرات معينه، له نقطه بدايه معينه، له ظروف معيشيه معينه، ليه انفايرمنت حواليه بيعيش فيها بطريقه معينه. فاذا انت مش مطالب ابدا انك انت تبقى زي غيرك ابدا بالظبط في الظروف، ولا بالظبط في نقطة البدايات. يعني مش لازم تبدأ من نفس ما بدأ غيرك، مش لازم عشان توصل للي وصل له او تنجح نجاحه او تحقق او تاخده مثل اعلى ليك او قدوة او تبدأ تتحرك ناحية بكرة انك تقول انا لازم كنت ابقى زي فلان في ظروفه وبداياته. لا، مش ده المطلوب. المطلوب دايما ان انت تسعى وتجتهد وتجري لقدام. ربما النقطة اللي انت بدأت منها تكون احسن بمراحل من نقط تانية ناس كتيرة بدأت منها. وزي ما قلت لكم حضرتك، افتكروا النجم ابو تريكة كابتن العظيم صاحب الخلق الرفيع، اسالوه كده لما كان بادئ، تلاقوه كان بادئ في الترسانه باين، وكان راح للمقاولين. انا ما عنديش خبره على فكره كبيره قوي في الكوره، بس اللي افتكره ان هو كلاعب اتاخر قوي عقبال ما ظهر، وغيره ناس كتير. وفي ناس كانت مثلا زي احمد حسام ميدو، من اول ما بدا محترف بره، شوفوا مشواره كان قد ايه وخلص ايه وعمل ايه. انا ما بقللش من قيمه حد، كلهم كباتن كبار وزي الفل ولهم كل الاحترام والتقدير. انا عايز اقول ان الفكره انك انت ممكن تبدا من بدايه احسن من حد وما توصلش للي وصل له، وممكن تبدا من بدايه اسوء او جاي من ورا قوي لكن تنجح وتخش لقدام وتنطلق لقدام. دايما ابدا، دايما اشتغل، دايما اسعى، دايما احلم، دايما نفذ، دايما يبقى عندك افكار وعندك امال وطموحات، وما تبطلش ده ابدا. ما تبصش ابدا انت ظروفك ايه. نمره 2، لو دايما بتجتهد وبتتحرك لقدام يبقى انت ماشي صح. لو انت النهارده كان عندك مثلا محوش 100 جنيه والشهر الجاي بقى 200 جنيه يبقى انت ماشي صح. لو انت النهارده بتعلم انجليش مثلا خلصت ليفل والشهر اللي بعده خلصت ليفل 2 يبقى انت ماشي صح. لو انت النهارده بتلعب في الجيم بقالك شهر واثنين وبعد كده بقوا 3 اشهر 4 اشهر بقت لياقتك البدنيه اعلى يبقى انت ماشي صح. لو انت بتخسري وزنك وبدات تقل في الوزن، نزلتي 4 أو 5 كيلو الشهر ده والشهر اللي بعده بقوا 6 بقوا 7 بقوا 8 يبقى انت ماشيه صح. اي حد فينا يا جماعه اذا كان بكره بالنسبه له لما بيجي عليه بيكون حقق واضاف للي فات يبقى هو ماشي صح. ده المقياس الحقيقي اللي تقيس بيه العمر، ده اللي انت تقول انا عملت فيه. كل سنه او كل وقت بيعدي عليا بعمل فيه كتير وبعمل فيه جديد وبتقدم للقدام اكتر يبقى انا كده ماشي صح. اما اذا كان العمر بيعدي عليك لقدام وبيتحرك لقدام وبكره زي امبارح وما قدمتش اي شيء جديد، ما حققتش اي شيء جديد، ما اتحركتش ناحيه اي شيء جديد، ما عملتش اي حاجه، اعرف ان انت ماشي غلط. اذا كنتش بتتحرك لقدام فانت كده بترجع لورا وفعلا العمر بيضيع عليك وخساره منك. اخر حاجه بقولها لحضراتكم، دايما نسعى، دايما نتحرك، دايما خلي عندك امل، دايما لا تيأس واعمل اللي عليك وتحرك لقدام. وبكره مش بتاعك، وبكره ان شاء الله تعالى يجي افضل من اللي فات كتير، وبكره تفرح بسعيك وتعبك، وبكره تقول انا عملت الصح، وبكره لما تلاقي نفسك حققت حاجات جميله هتفرح بيها وتستمتع بيها، تحكيها لاصدقائك، تحكيها لجيرانك، تحكيها لاصحابك، تحكيها لولادك، تحكيها لاحفادك، هتبقى فرحان قوي بانجاز انت انجزته. دايما بص لبكره انه فرصه، وطول ما احنا عايشين يبقى الجاي اجمل، واجمل يوم لسه ما جاش. ودايما املنا في ربنا بس، ونقول يا رب زيد عمرنا دايما في الطاعات والقرب منك، زيد عمرنا دايما في السعي للخير، زيد عمرنا في اعمار الارض، زيد عمرنا في تعليم الناس وعمل الخير ناحيه الاخرين. دايما خلي بكره يجي ليك وانت افضل مما كنت امبارح. اشكركم واشوفكم دايما على خير.